السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقفل مع بعض دلوقتي الملاية اللي احنا قصيناها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. معايا اول حاجة دي الملاية اللي احنا قصيناها مع بعض. هنشوف هنقفلها ازاي. بنمسكها كده وبنتنيها حوالي سنتي وبعدين تاني سنتي عليه ونجيبها كده زي ما انتوا شايفين، وتكون الابرة جاية هنا على طول على اول القماش اهو كده. طريقة سهلة خالص. واي خيط معانا زي كده نشيله نقصه او ندخله من جوه، بس نحاول نخلي بالنا ما يكونش قافش في القماش. اهو زي ما انتوا شايفين. هنعملها كده كلها بنفس الطريقة ونمشي على الحرف خالص، والخط يكون متساوي معانا، ما يكونش رايح وجاي، ما يكونش معوج يعني. اهو اهو على الحرف خالص اهو 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 زي ما انتوا شايفين. واي خيوط اي حاجة زي كده يا تقصيها يا تدخليها كده من جوه. اهي الخياطة هتبقى نضيفة مفيهاش حاجة. ده كده الملاية هنعملها كلها بنفس الطريقة، سهلة خالص مفيهاش اي مشكلة اهو. هعملها كلها بنفس الطريقة وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا يا حبايبي كده انا كده ايه خلاص عملتها اهي كلها بنفس الطريقة اهي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الملاية كده خلاص. هنعمل بقى مع بعض كيس المخدة. كيس المخدة اللي احنا كنا قاصينه مع بعض اللي هو 90 في 160 ماشي كده. من الناحية اللي هي 90 اللي هي بوز المخدة اهي اهي كده. هنتنيه برضو نفس الحكاية زي ما عملنا كده الايه الملاية اهو سنتي في سنتي كده اهو على اول القماش اهو كده. يا رب يكون واضح اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هنتنيه كده من الناحية اللي بتدخل في قلب المخدة من فوق زي ما قلت لكم. لو في خيط في حاجة زي كده بندخله من جوه هعمله من الناحية دي ومن الناحية التانية وارجع اوريهولكم. بصوا يا حبايبي بعد ما تنيناه بقى من ناحيتين اهو كده من الجنب بتاع الكيس بتاع المخدة. بصوا هنعمل كده سنتي برضو وعليه سنتي تاني تمام كده اهو. وهنتنيه تحت المكنة تحت الإبرة اهو كده اهو. نعمل فرماتورة تمام كده باين اهو. نفس الحكاية نفضل ماشيين كده على طول اهو. لو في اي خيط اي حاجة تقصيها اهو اهو. الموضوع سهل خالص زي ما انتوا شايفين اهو. نتني كده ونفرد بايدينا كده وندوس على الحرف اهو. مفيش اي مشكلة. في خيط زي كده يا تقصيه يا تدخليه من جوه، بس لو شادد القماش لازم تقصيه عشان الحاجة ما تبقاش معاكي ايه متكشكش كده. الاتنين فوق بعض اهو كده
وطول ما انت ماشيه تظبطي كده وتدوسي على الحرف خالص اهو. طول ما انت ماشيه تظبطي الاتنين على بعض وتدوسي على الحرف خالص، ما تستعجليش اهو عامل بس كده. الدنيا بسيطه ما فيهاش اي حاجه. اهو كده اهو، ويكون الطرفين في الاخر قد بعض. يبقى كده الدنيا تمام معاكي. هتتني كده، تفضلي تتني كده اهو اهو، اخره اهو زي ما انتوا شايفين اهو على بعض. برضو نفس الحكاية اهو، هنعمل كده برضو اهو اهو اهو. اظبط الدنيا اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وفي الاخر خالص هعمل فرماتورة تاني، اوضحها لكم تاني عشان خاطر اهو. في الاخر خالص اهو اهو. ترجعي تاني اهو عشان نثبت على الخياطة. واي خيط اي حاجة بننضفه على طول اول باول كده بالايه، بالمقص بتاعنا اهو. يا حبايبي الكيس اهو بعد ما عملناه، بصوا التقفيل اهو. وكده زي ما بصوا اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو من ناحيتين اهو. ادي كيس المخدة سهل خالص ما فيهوش اي حاجة. تمام كده. نشوف بقى الخدادية. ودلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل مع بعض الخدادية. دي القلابة اللي احنا كنا قصينها 22 سنتي، هنتنيها نفس الحكاية برضو كده بنفس الطريقة اهي. اظبط وامشي بالمكنة على طول اهو زي ما انتوا شايفين. دي كده القلابة. هنا ده ظهر الخدادية، ظهر الخدادية اللي هي كانت 53 في 70، اللي هي اصغر شوية، اصغر 3 سنتي في الطول مش في العرض. العرض واحد طبعا. نظبط ونتني ماشي كده. بعدين اهو من الناحية دي، الناحية اللي ما فيهاش خياطة، ده ده الظهر بتاع الخدادية، وده وش الخدادية اللي هو كان 73 في 53 اللي هي الاكبر شوية. ده الوش. طبعا احنا في الملاية دي مفيش رسمة، مش متأيدين برسمة يعني، لكن طبعا في اشكال تانية بنبقى واخدين بالنا من الرسمة ان هي تكون مظبوطة. كل ده هنتعلمه مع بعض ان شاء الله.
هنيجي هنا عند الاول الوش على الوش كده بندوس. كل الخيط ده هيتنضف بعد كده. ممكن تتعمل اوفر، لو ما فيش اوفر مش مشكلة. نعمل لها برواز من قدام، هوريكم برضو هنعمله ازاي. تمام كده. من الناحية اليمين هنظبط برضو كده الدنيا اهو، نسيب شوية. لو هتعمليها اوفر بتسيبي مسافة كويسة للاوفر. الضمها وارجع لكم تاني اهو. هنقفلها مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين الجزء ده اطول، ده بتاع وش الخدادية. هنحط القلابة كده، نخيط الاتنين مع بعض اهي. بصوا عشان ما تلخبطوش اهي الحتة المتنية اهي اللي هي وشها هنا طب بصوا عشان ايه تفهموا اكتر، انا هخيطها الاول عشان برضو الموضوع يبقى سهل اهو. تمام كده. بصوا يا حبايبي انا كده ايه اهي، ده كده الظهر وده كده الوش. تمام كده. اخيطه من الناحية التانية وهوريكم ايه هركب القلابة ازاي عشان ما اطولش عليكم. بصوا يا حبايبي بعد ما خلاص قفلنا الجنبين اهو كده. الايه كده ظهر الخدادية ووش الخدادية الاتنين وشهم في وش بعض، ودي تنيناها الاول. تمام كده اهو. شايفين المنظر اهي، واحدة اهو، واحدة اكبر من التانية، الوش اكبر من الظهر. هنجيب القلابة، اهي اللي احنا تنيناها. القلابة اللي هي الصغيرة هتبقى كده اهو، واضح كده قدامكم. هيبقى المنظر ده كده، القلابة اهي في الحتة دي لما تبقى كده هتبقى دي. تمام كده. هقفلها كده وارجع لكم تاني. قفلتها اهو، قفلتها من فوق اهو اهي، تتشال كده اهي يا رب يكون باينه معاكم اهي. هنقفلها بقى، هنقفلها من هنا ومن الناحيه التانية من هنا اهو. هقفلها وارجع اوريها لكم هتبقى شكلها ايه. كده خلاص قفلناها كلها اهي زي ما انتوا شايفين اهو كده اهي. هننضف بقى الخيط دوت كله، الخيط اللي انتوا شايفينه ده هننضفه وهقلبها وهقولكوا هنعمل فيها ايه. بصوا الخدادية اهي بعد ما قلبناها اهي، بصوا شكلها. بس قبل ما اوريكم شكلها هوريكم شكلها في الاخر. هنعمل الاول البرواز دوت. لو مش هتعملي اوفر البرواز ده بيبقى شكله جميل ونظافة برضو للشغل بتاعنا اهو. بنسيب حوالي تقريبا صباع كده اهو. ثواني بس. بص يا حبايبي البرواز تعمل ازاي. بنسيب حوالي صباع اهو اهو.
ونحاول نظبط ايدينا ونفردها معانا كده طول ما احنا ماشيين. اهو نفس الطريقة، نفس المسافة اللي سايبينها، نفرد بايدينا كده. البرواز بيدي شكل جميل للخدادية، يديها يعني شياكة، في نفس الوقت نظافة برضو للشغل، لان ما بيحتاجش اوفر ولا حاجة. اهو نفس الحكاية اهو، هنلف عليها كلها حوالين داير، نظبط كده طول ما احنا ماشيين. بعد كده في اي خيط في اي حاجة من بره برضو هننضفه طول ما احنا ماشيين كده، بنظبط في القماش. وتمشي كده بالراحة، تظبطي بايديكي. واي خيط اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده ننضفه، وده هيبقى شكلها في الاخر. هي هتبان طبعا اكتر وهي مفروشة على السرير. ودي بصوا القلابة بتاعتنا، بصوا المنظر، بصوا المنظر، بصوا الشغل نضيف ازاي. لسه كمان هنظبطها وهنكويها، ولو في اي خيوط اي حاجة. وكده نبقى خلصنا الملاية. شوفوا هي مفروشة على السرير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يا ريت يشترك. والسلام عليكم.